الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم اخواتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بعد غياب طويل قررت باش نرجع لكم بوصفات جديده واقتصاديه وفي متناول الجميع. اليوم ان شاء الله نظرا لهذه الحراره المفرطه اللي جايه القدام غادي نقدم لكم واحد المشروب رائع اللي هو اقتصادي ومنعش وكيخرج كميه كثيره، كيخرج لكم 5 لتر في مقادير اللي هما في متناول الجميع ان شاء الله. والصديقات ديالي راه شربوه عندي وطلبوني باش نصايبو لكم، وانا غادي نصايبو لكم جميعا باش تشوفوا. غادي يكون فيه 5 لتر ديال الماء، نص لتر ديال الحليب، السكر نص كيلو، اللي بغات تنقص تنقص واللي بغات تزيد تزيد، واحد المعلقه ديال حجره الليم اولا سنيده الحامضه، النكهه ديال الحامض، وواحد المعلقه صغيره ولا ساشي ديال الفاني. غادي نشرعوا في العمل ان شاء الله. اخواتي درنا هنايا سنيده ودرنا الفاني، غادي نزيدو سنيده الحامضه معلقه كبيره صافي مع مراش باش ما تجيناش فيه المروره. غادي نضيفو كاس بشرط غادي يكون الماء بارد بالكلاص، يعني نتوما كتشوفوا باقي لا كلاص هنايا باش يسبق لك، لان الا درتي الماء سخون وكبيتي الحليب غادي يتقطع لك الحليب ويرجع فيه حبيبك. غادي نخلطو مزيان حتى يذوب هادشي، تذوب سنيده، وغادي نضيفو الحليب شويه بشويه. كما كنقول الحليب يكون بارد مزيان والماء يكون بارد مزيان. كتبقي هذا الشيء، انا غير وريت لكم دابا هنايا راه تقدري تخلطي كلشي في بيدوزه، ولكن درت لكم هنا باش تشوفوا الكولور ديال العصير اللي كيساوي كيكون رائع. غادي نضيفو النكهه ديال الحامض، نتوما كنحركو حتى كيعطينا داك اللون رائع بحال الحامض، بحال زدتي فيه الحامض. غادي نخلطو مزيان ومن بعد غادي نكبوه في البيدوزه ونتلاقاو ان شاء الله باش نديروه في الكيسه ديال التقديم. اخواتي ها حنا وجدناه بارد منعش، كنتمنى تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. ومن هنا لقدام ان شاء الله معكم خديجه ايمان في الوصفات السهله واللي في متناول الجميع ان شاء الله. الى اللقاء في حصه اخرى ان شاء الله.